ملامح محافظة بورسعيد. لو قلت لحضرتك أحلى حاجة بتحبها في بورسعيد بالغنى على السمسمية تقول لنا إيه؟ كل أغاني بورسعيد كسمسمية، خاصة الأغاني اللي فيها ريحة البلد. يعني أنا بعشق الأغنيات التراثية والأغنيات اللي هي ألفت حسب الظروف يعني، إنما اللي هي برضه مشتقة من البيئة ومن التراث، فيها ملامح جدودي. يعني أنا دائما أقول أنا مثلا فيها ملامح من والدي فيه ملامح من والده، وهكذا. عايز الجديد اللي طالع يبقى فيه هذا التسلسل في الملامح. فأنا وده اللي أنا عايزه. فبورسعيد يعني بتتميز بهذا، إنما حاليا بخاف على التراث وعلى السمسمية من حاجة. الجديد اللي بيتعمل النهارده في السمسمية أكتره ملوش صلة بالسمسمية. ليه؟ حضرتك مش زعلان وأنت بتغني على السمسمية الحديثة دي؟ ده السمسمية هو طورها، إنما هي سمسمية برضه، وهو اداني مقام الرصد، اللي هو الرصد هو ده أساس السمسمية. يعني هو السمسمية لما زادت أوتارها، إنما طالما مقام الرصد هو اللي بيعزف عليه وصعد بالسلم بتاعها ما يمنعش. انما هي كانت اول 5 اوتار، كان في لحن بيبقى فيه حاجات فيها جواب، كان المطرب بيبقى اعلى من السمسميه، ما كان بتبقى السمسميه واقفه كده وهو بيغني لوحده. هو دلوقتي هنا ميزتها انها صعبت معاه، بتطلع معاه. انما انا عايز طالما بيغني من معاني الرصد هو ده روح السمسميه. انا عايز اضيف حاجه بس للسمسميه او للشكل البورسعيدي، الجذور واصول وروافد قديمه يعني مش كل بورسعيدي، لان عمر بورسعيد قد كده يعني. فعندنا روافد كتير وبالذات عربيه يعني من الخليج وعدن والمناطق دي يعني. وفي المفردات او الكلام ضمن هذه الادوار انا بشارك عم كامل هنا فوق وعلى التراث، من ان معظم اللي بيشتغلوا فيه حتى في الاجهزه الرسميه بتاعتنا زي الثقافه بيقولوا غلط، يعني المفردات بتبقى غلط. وبيحضرني هنا دور مهم قوي من دور التراث اسمه والدان، ده اصلا منطقه الخليج يعني. في بيت الماضي يغني ما تقولش والدان، بيقولوا وان لا، هو والدانا واللبان والدان واللبن مفردات بتتقال في الخليج، بتساوي في الشام اوف اللي بتتقال الشماء، اللي بتبقى عندنا احنا استهلال الموال في العين. طب تغنيها حضرتك صح بقى معانا؟ هنقول مقطع بس منها كده عشان الحته دي. والله يبقى.